السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنشارك معكم واحد القصريه ديال الكسكس مع اللحم ديال الدجاج بالخضره ديال الكسكس. سهله وماهله وكيجي لذيذ البنات. يعني هاد الكسكس ديال الناس اللي كيديروا الريجيم، يعني ما فيهش بزاف د المكونات وكيجي رائع. المهم كما كتشوفوا في المكونات، عندي الدجاج هنا مشرمل بشويه ديال الكمون والخرقوم والسكنجبير صافي، والخضره كما كتشوفوا القرعه، وعندي شويه ديال السلاوي، واحد خريجيه واللفت ومطيشه والقزبور. صافي هنا هذوك الدجاج درتو في هذا في الاناء الخاص ديال الكسكس القدره. كندير عليه مطيشه، كنخليهم حتى كيتشحروا البنات، عاد كنضيف اللفت مع خيزو اللي نقيتهم وغسلتهم، والقرعه والسلاوي كنخليهم حتى للتفويره الاخرى عاد كنضيفهم. صافي كما كتشوفوا تشحر معنا شويه ديال هذا اللحم مع البصله ومطيشه. كنضيف الخضره وغنرجع للكسكس اللي استعملت، هو هذا البنات الرقيق، حبه ديالو رقيقه، هو هذا راه باين. غنضيف ليهم واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، وغادي عندي هنا المقدار نص كيلو، وها هي كما قلت لكم. صافي غادي ندخل كاع ديك الزيت في الكسكس. تبارك الله النساء المغربيات حادقات، المهم كنهضروا غير مع الناس البنات ولا الناس المبتدئين في المطبخ. صافي كندخل ديك الزيت وكنحطها في الكسكاس. في هاد الاثناء راه تشحرت الخضره ديالي مع اللحم. غنضيف الماء البنات انا ضفت الدافئ، من الاحسن يكون سخون. صافي باش فاش نديرو سميتو البلول ديال الكسكس. صافي يعني هذه دابا راه هذا تفورت واحد 15 دقيقه البنات، حطيتها في الاناء ودرت ليها الماء الكافي، واحد المقدار تقريبا 200 ملل ديال الماء، ولا غير 100 ملل البنات حسب يعني المقدار ديال الماء. المهم كندخلوا الماء مزيان في الكسكس ديالنا باش ياخذ الطياب. صافي كنحركوه بحال هكا. هاد الطريقه درتو جوج المرات. الثالثه كندير فيها زيت الزيتون واحد جوج معالق كبار، وكندير شويه د المليحه. كنرجع عاوتاني. هذه دابا راه قلت لكم المرحله الثانيه، هذوك جوج هذه الاولى بحال الثانيه، والثالثه هي هذه. الثالثه غادي ندير ليها الزيت وندير لها الملحه والماء. المهم البنات، المهم عينكم ميزانكم في الماء باش هذا سميتو الكسكس ديالنا باش يجي شويه رطب، يعني ما نخليوش هكاك ناشف. ملي ما كنديروا ليه الماء كيجي ناشف. صافي اسمحوا لي على الصداع ديال الوليدات، كما كتعرفوا العطله. وهنا البنات اسمحوا لي عاوتاني على التصوير، عطيتو لولدي هو اللي كيصور. دابا يجي لكم اللايك كنوريكم راه تبارك الله التصويره الثالثه راه طاب الكسكس. قال لي بلاتي بابا نشد عليك، وهو اللي كيصور دابا. الله يحفظوا لي، الله يحفظ لكم وليداتكم. صافي كما قلت لكم هذه المرحله الثالثه درت ليه شويه ديال الزيت النباتيه وشويه ديال الملحه، ردفت الماء. صافي كنخليه يتفور واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه البنات. ها هو صافي ملي هذا ملي يتفور هكا كيجي. لا المرحله الثالثه هذه البنات باقي كندير ليه الماء. قلت انا واش صافي غنديرو تفور. المرقه هي هذه. غندير فيها دابا القرعه وندير في هذاك سميتو السلاوي. راه قلت لكم البنات الكسكس ديال الناس الريجيم، يعني ما فيهش الحرور، ما فيهش بزاف د المرقه، يعني كيجي بنين في نفس الوقت. كما قلت لكم ما كيضرش في المعده وطيب مزيان. صافي طب الكسكس ديالنا كتشوفوا من الفوق الكسكاس، كنوريكم البخار راه كيدخل وواحد 20 دقيقه ديال التفوار. صافي طاب الكسكس ديالي. شوفي حتى المرقه ديالو كيفاش رجعات كيجي كما قلت لكم البنات اللذه رائع. الناس اللي دايرين الريجيم ننصحكم بهاد الوصفه وديروا ليها بهذه الطريقه ان شاء الله ما يضركم. طاب الكسكس ديالي كنوريكم. صافي غنجيب القصريه ديالي غادي نضيفو هذا حتى المرقه غنطفي عليها دابا. قديتو في القصريه بحال هكا وصافي سقيتو بالمرقه البنات. جا بحال هكا البنات كما قلت لكم كيجي لذيذ. مبقاش تشوفوا البنات بزاف يعني في الاكل، يعني الديكور، يعني تلقاو الماكله نقيه كتجي لذيذه.
يعني تتبعوا الوصفه ان شاء الله كي غادي تعجبكم. ما تنساونيش بواحد جيميل الفيديو، اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. بسلامه.